فيلم الزواج، أول فيلم عن بيت الطاعة لصديقة الطلبة فاطمة رشدي سنة 1933. فاطمة رشدي رائدة مهمة في مجال المسرح والسينما، وكان ليها دور كبير، وللأسف كانت نهايتها مأساوية. اتولدت سنة 1908 في اسكندرية، وكان ليها أختين رتيبة وإنصاف. بعد وفاة والدهم اشتغلوا في فرقة أمين عطلة المسرحية، وكانت فاطمة لسه صغيرة بتقعد تتفرج عليهم، وقدرت تنضم للفرقة لاقتناع مدير الفرقة بموهبتها. ولما شافها سيد درويش أعجب بموهبتها، ضمها لفرقته سنة 21، وكانت في الكورال والإنشاد، وقرر يدعم موهبتها ويوصي عليها نجيب الريحاني في القاهرة. ومن نجيب الريحاني اللي وصى عليها الكاتب محمد تيمور، ومن خلاله اتعرفت على عزيز عيد اللي قرر يتبناها فنيا. جاب لها مدرس عربي يعلمها القراية والكتابة ومخارج الألفاظ، ودربها على التمثيل. عزيز عيد خدها وودها المسرح رمسيس ليوسف وهبي، وبالفعل اشتغلت في فرقة رمسيس في البداية بأدوار صغيرة، وواحدة واحدة أدوارها بقت بتكبر لحد ما بطلة الفرقة روزا اليوسف سابت الفرقة. فاطمة رشدي خدت مكانها وبقت بتلعب الأدوار الرئيسية. حققت نجاح كبير في الفرقة لدرجة ان هم أطلقوا عليها سارة برنار الشرق، عشان هي كانت بتأدي نفس الأدوار اللي اشتهرت بيها ممثلة المسرح الفرنسية سارة برنار. طموحها كبر لحد ما في يوم قررت تأسس لنفسها فرقة خاصة، فرقة فاطمة رشدي، وبالفعل استعانت بعزيز عيد اللي اتبناها، واتطورت العلاقة بعد كده واتجوزوا، وبقى هو مخرج الفرقة. مسرح فاطمة رشدي كان منافس قوي لمسرح رمسيس، لكن دايما فاطمة رشدي كانت بتعترف بفضل يوسف وهبي عليها. أمير الشعراء أحمد شوقي اداها فرصة انها تمثل مسرحياته ببلاش، واللي كان بيلحن لها محمد عبد الوهاب. اشتهرت فاطمة رشدي بلقب صديقة الطلبة لأنها كانت بتدخل طلاب المدارس والجامعات يتفرجوا على العروض ببلاش. سنة 28 قررت تخش مجال السينما بفيلم فاجعة فوق الهرم مع إبراهيم لاما، إلا إنه فشل والنقاد قالوا عليه إنه دون المستوى. تاني فيلم ليها اللي أقنعها بيه وداد عرفي كان فيلم تحت سماء مصر، واللي كان مستواه أسوأ من الأولاني لدرجة إنها جالها إحباط لما شافت الفيلم وحرقت النسخة وخسرت ماديا كتير. سابت السينما ورجعت للمسرح. لكن سنة 33 قررت ترجع للسينما، بس هي اللي تعمل كل حاجة. فاطمة رشدي أسست شركة إنتاج وقررت تبدأ بفيلم الزواج موضوع الحلقة. فيلم الزواج تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة فاطمة رشدي. الفيلم بيناقش قضية مهمة جدا بتلمس المرأة. الفيلم بيناقش النتائج اللي بتترتب على الجواز الفاشل، وإزاي بيأثر في حياة المرأة اللي بتوصل الأمور إن الزوج بيطلب زوجته في بيت الطاعة، اللي بيستغل الزوج أسوأ استغلال لقهر المرأة، واللي من خلال أحداث الفيلم البطلة بتوصل لأن هي بتموت. فاطمة رشدي جابت الممثلين في فرقتها المسرحية يشتغلوا معاها في الفيلم، منهم محمود المليجي اللي كان تاني عمل ليه بعد قبلة في الصحراء في السينما. اشتغل في الفيلم حكمة فهمي اللي كانت ممثلة في فرقة علي الكسار ورقاصة في فرقة بديعة مصابني ولقبوها بسلطنة الغرام. علي رشدي اللي كان أحد أعضاء فرقة رمسيس وفرقة فاطمة رشدي وأسس اتحاد الممثلين مع زكي طليمات. نجمة إبراهيم اللي كانت في فرقة فاطمة رشدي واللي أشهر أعمالها فيلم رايا وسكينة. وطبعا عزيز عيد اللي وقف جنبها في بدايتها. قصة الفيلم: سلمى عايشة مع أبوها الغني، بتحب ابن عمها الفقير أحمد، وطبعا أبوها بيرفض يتجوزه وبيفرض عليها عزت بيه الغني اللي معاه فلوس. عزت شاب مستهتر وسكير وعربيد. سلمى بتستسلم للجواز من عزت اللي بيعاملها معاملة وحشة جدا. عاشوا مع بعض 7 سنين وجابت منه بنت. عزت غرقان في السكر والعربدة وإهماله ليها. سلمى بتكرس حياتها لبنتها من عزت. الطفلة بتمرض، بتضطر سلمى تستدعي أحمد ابن عمها اللي بتحبه عشان ينقذها. للأسف الطفلة بتموت وجوزها عزت غرقان في السكر والعربدة وعايش مع رقاصة. سلمى كرهت حياتها مع عزت اللي عرف عليها رقاصة وغرقان في ملذاته. سلمى بتهرب، عزت بيطلبها في بيت الطاعة وبيصدر حكم ضدها بدخولها في طاعة جوزها. الشرطة بتطاردها عشان تنفذ الحكم، بترمي نفسها تحت عربية وبتموت ما بين ايدين حبيبها أحمد وجوزها عزت المستهتر.
فيلم اتصور في مصر واسبانيا وفرنسا. الفيلم اتعرض في يناير سنه 33 في سينما الكوزموجراف الامريكاني في شارع عماد الدين. حقق نجاح. فاطمه رشدي ما اخرجتش غيره لانها قررت تنتج وتمثل بس. فاطمه رشدي رائده مسرحيه وسينمائيه عظيمه، ساهمت مساهمه كبيره في صناعه السينما وفي نهضه المسرح. تابعونا.